في فئة ال 10000 جنيه الوصول لموبايل متكامل شبه مستحيل، وده لأن كل موبايل دايما بيضحي بحاجة. بس أنا جبت لك النهاردة أفضل 3 موبايلات بيقدموا لك أفضل معادلة ممكنة، شاشة أموليد، معالج محترم، كاميرات كويسة، وتواجد فعلي في السوق بدل ما تضطر تعلى شوية بالسعر علشان تاخد نفس المواصفات، خاصة إن الأسعار اليومين دول متغيرة كتير. فالمقارنة النهاردة هتكون عن سامسونج A17 والريدمي نوت 14 ال 4G والانفينكس هوت 60 برو. بس الآن كده قبل ما نبدأ ما تنساش السبسكرايب بتاعك وكمان اللايك، ويلا بينا نبدأ على طول. نبدأ مع التصميم لان ده اول حاجه هتشوفها اول ما تمسك الموبايل. الهوت 6 برو ده ببساطه اشيك واحد في الثلاثه، وزنه 170 جرام بس انحافهم 7.6 مللي، ومسكته مريحه ومقاومه لطرطشه الميه باي بي 64، والخامات بتاعته بلاستيك بس محترمه، مش هتلاقيها رخيصه مثلا في ايدك. واي 17 هنا عندك سامسونج عدلت الديزاين اخيرا، والظهر هنا بقى بوليمر شبه الجزاز، لكن اللون الاسود تحديدا بيطبع بصمات بطريقه مش لطيفه، وكمان مقاومه الميه هنا اي بي 54 اقل من الانفينكس بحالات بسيطه. والريدمي نوت 14 هنا يعني التصميم بتاعه تقليدي جدا، احساسه هتحس انه قديم شويه وكمان اتقل معاك شويه في الايد، لكن برغم ده كله هتلاقيه عملي معاك وما فيهوش مشاكل. من ناحيه محتويات العلبه فانت عندك شاومي وانفينكس فيهم كل المحتويات، عندك جراب وكمان الشاحن هتلاقيهم موجودين في العلبه عادي، لكن سامسونج دايما لازم تخليك تشتري من وراها تاني، وده لان العلبه بتاعتهم دايما فاضيه، ما فيهاش ولا جراب ولا الشاحن ولا سكرين بروتكتور، تعتبر ما فيهاش حاجه غير الوصله ودبوس السيم كارد. طب حسابك يعني انك هتشتري باقي المكملات اللي مش موجوده دي. ونسيب الديزاين ونروح على طول للشاشه، وهنا تعتبر المعركه الكبيره لان الشاشه هنا اكتر حاجه تتعامل معاها طول اليوم. نبدا بانفينكس هوت 6 برو هنا، واللي هتلاقيه كسبان معانا في الليله دي من حيث الشكل وكمان السطوع. والشاشه اموليد والكواليتي بتاعته 1.5K يعني كواليتي عاليه، والريفرش ريت 144 هرتز بس فعليا يعني بتلاقيه معاك 120 هرتز، والسطوع بتاعه 1600 نتس، والحواف بتاعته قليله خالص يعني مديك شكل فخم. العيب بتاعه ان الوانه مش بنفس جوده سامسونج، وده اللي هنعرفه في شاشه سامسونج اللي هنتكلم عنها دلوقتي، واللي تعتبر الشاشه الكسبانه الوحيده في الحمايه وكمان الالوان، وده لانك عندك هنا حمايه من كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس، والالوان بتاعته مشبعه جدا، والشاشه نفسها اصلا سوبر اموليد جايب ريفرش ريت 90 هرتز، لقاها شاشه ممتازه معاك من حيث الاستخدام اليومي او الفرجه على الافلام. عيبها بس النوتش القديم والحواف الكبيره بتاعته. اما شاشه الريدمي نوت 14 جايه اموليد 120 هرتز، عيوبها انك لما ترفع السطوع للاخر هتحس ان الالوان بتبهت معاك، لكن كشاشه بشكل عام فهتلاقيها مأديه معاك بشكل كويس من ناحيه استخدامك اليومي، مش هتضايقك مثلا في حاجه زي النوتش اللي شفناه في سامسونج. ولما نروح لنقطه ثانيه زي الاداء والسوفت وير، فهنا هندخل في اهم جزء من بعد الشاشه حرفيا. عندك المعالجات، سامسونج وشاومي جايين من الهيليو جي 99، بس شاومي جاي من ال 99 الترا، وانفينكس من الهيليو جي 200 اعلى سنه بسيطه، وهتلاحظ ده في الجرافيك افضل وكمان بلوتوث احدث. من حيث الاداء الفعلي فالثلاثه ممتازين في المهام اليوميه، وسامسونج اسرع في فتح الابلكيشنز بسبب السوفت وير المستقر بتاعها، لكن من ناحيه الالعاب هتلاقي انفينكس افضل، تلعب ببجي مثلا 60 فريم بثبات اعلى شويه، بس بيسخن سنه بسيطه بسبب النحافه بتاعته، لكن الثلاثه كسوشيال ميديا او كالعاب فهتلاقيهم مأدين معاك الغرض ومش هتقابل معاهم اي مشاكل في الاستخدامات اليوميه. كمان من ناحيه التحديثات دي فكده كده سامسونج ساحقه للموضوع ده، لانك عندك 6 سنين تحديثات مرتاح، وشاومي عندك غالبا 4 سنين، وانفينكس 3 سنين، وكلهم اندرويد 15 جاهز. فانت لو عايز موبايل من الاخر تشتريه وما تفكرش تشتري موبايلات تانية الفتره الجايه، فعليكوا على سامسونج A17. مش معنى كده ان تحديثات شاومي وانفينكس مش افضل حاجه، لكن كسوفت وير وكضمان فسامسونج تكسب هنا، بعكس انفينكس مثلا اللي بتديك 3 سنين بس، فتعتبر نص المده وما تضمنش بعدها الموبايل هيكمل معاك ولا لا. وفي الاول وفي الاخر كل ده يرجع على حسب استخداماتك انت، هل الموبايل هيطول معاك ولا لا. وعندك البصمه في شاومي وانفينكس تحت الشاشه، لكن سامسونج موجوده في زرار الباور. من ناحيه الصوت فعندك في انفينكس الصوت ستيريو وعالي جدا، ويعتبر هو الاقوى في الثلاث موبايلات، لكن شاومي الصوت بتاعه ستيريو كويس لكن ما يعتبرش عالي زي الانفينكس يعني. وسامسونج عيبه انه مونو، وده يعيبه فعلا لان الموبايلين اللي اتكلمنا عنهم استيريو، ده غير انك مش هتاخد مهما كان الكواليتي اللي هتشوفها من انفينكس او شاومي. عندك مستشفى المكالمات فهو جاي في الانفينكس هاردوير، لكن من سامسونج وشاومي فهو جاي سوفت وير، وهتلاقي اداؤه مقبول معاك. وعندك مايك العزل الدوشه في سامسونج وشاومي، لكن انفينكس هنا بتعتمد على الاي اي وبيقدم لك نتيجه كويسه، فما عندكش اصلا مايك للموضوع ده، فيعتبر الموضوع كله ماشي كسوفت وير. ومن ناحيه منفذ 3.5 مللي اللي من خلاله تقدر تستخدم سماعات للاذن يعني، فهو موجود في شاومي وانفينكس، ودي ميزه تحسب لهم بصراحه، لكن مش موجود في سامسونج. هتضطر هنا انك تستخدم سماعات وايرلس لو انت بتحب انك تستخدم سماعات ودن كتير يعني. ولو انت من مستخدمي الان اف سي فحب اقول لك ان هو متوفر معاك هنا في سامسونج وانفينكس، لكن الشاومي نوت 14 فهو مش متوفر معاك. ونروح بقى لنقطه البطاريه، ودي اللي هتفرق معاك في خلال استخدامك اليومي، والموبايل بالظبط هيقعد معاك قد ايه، وده الجزء اللي كل الناس بتسال عليه حرفيا. عندك في انفينكس سعه البطاريه 5160 ملي امبير، وبتدعم سرعه شحن 45 واط، والشحن طبعا موجود في العلبه. وبعدها شاومي على طول 5500 ملي امبير اور، وبتدعم لك سرعه شحن 33 واط، والشحن برضو موجود في العلبه. لكن سامسونج هنا تعتبر اقل سعه بطاريه فيهم 5000 ملي امبير اور، وبتدعم لك سرعه شحن 25 واط،
وتعتبر برضو اقل سرعه شحن فيهم، وما عندكش راس شاحن في العلبه، والاداء متقارب جدا بيخليك مستخدم شاشه مفتوحه من 7 ل 8 ساعات مثلا. فمن ناحيه الساعه هنا شاومي تكسب طبعا 5500 ملي امبير، ومن ناحيه السرعه فانفينكس تكسب 45 واط، فمش هتحس بالموبايل وهو بيشحن اصلا. اما لما نشوف نقطه مهمه ثانيه وهي الكاميرات، واللي الناس كتير اصلا ممكن تكون داخله الفيديو علشان تشوف افضل كاميرا بسعر 10000 جنيه، فخلينا اعرفك على كاميرات الثلاث موبايلات دول ونشوف فيهم مين الافضل. اولا بسم الله كده، انت عندك سامسونج A17 ده الافضل بدون نقاش. انت عندك هنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل جاب ومثبت بصري OIS، وعندك كاميرا الترا وايد 5 ميجا بكسل، والكاميرا الاخيره ودي الكاميرا الخاصه بالماكرو دي 2 ميجا بكسل. طبعا بتاخد الوان ممتازه ودايناميك رينج قوي، ومن ناحيه تصوير الفيديو فثبات الفيديو عندك هنا محترم بسبب الOIS. اما من ناحيه الريدمي نوت 14 فانت عندك هنا ثلاث كاميرات. الكاميرا الاولى الاساسيه دي 108 ميجا بكسل بس طبعا من غير مثبت بصري، فهتواجه صعوبه من حيث التثبيت. والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل كاميرا ماكرو، والكاميرا الثالثه ودي 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالبورتريه. فهتاخد تفاصيل ايوه من ال 108 ميجا بكسل، بس معالجه الالوان مش ثابته، والبورتريه بيتلخبط كتير في اوقات كتير يعني. وكمان الفيديو هتلاقي ثباته معاك مش مظبوط كتير بسبب عدم وجود الاOIS. اما الانفينكس هوت 60 برو فعندك هنا الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بيديك اداء متوازن وبورتريه 2x بشكل ممتاز. الفيديو هنا AIS مع كروب بسيط فاداء كويس، وكمان بيصور بكواليتي لحد 2K، لكن السامسونج والريدمي بيصوروا اخرهم لحد 1080 فول اتش دي. والسيلفي في الثلاث موبايلات يعتبر قريبين جدا من بعض. ومن ناحيه بقى كل الكاميرات وكل العدسات اللي احنا اتكلمنا عنها فكلها طبعا هتختلف من ناحيه انك تتصور صوره في اضاءه قويه او تتصورها في اضاءه ضعيفه، فهتختلف طبعا من حيث الكواليتي ومن حيث التفاصيل من حيث الدايناميك رينج الالوان. كل ده هتلاحظه مع سيناريوهات الاضاءه المختلفه. وطبعا مهما كان اكيد الصور في الاضاءه القويه افضل بكتير اذا كان في الكاميرات الخلفيه او حتى في الكاميرا السيلفي. وخلينا دلوقتي اديك الاسعار، وهنا بقى انت تبدا تحدد ايه الموبايل اللي يناسبك على حسب ميزانيتك. بس طبعا يعتبر كلهم في فئه واحده، فانا هرشح لك النسخ الافضل ليك من الاخر. من حيث سامسونج A17 فانا هرشح لك منه هنا نسختين. انت عندك نسخه 4 رام ودي مش هرشحها خالص لانها مش هتقدم معاك. عايز تشتري A17 ابدا من نسخه ال 128 مع 6 رام ودي ب 8200 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 9800 جنيه. فالنسختين دول هتلاقيهم مقدين معاك الغرض، وكمان كل ما تلعب الرامات كل ما تاخد اداء افضل. نفس النظام هنا مع ريدمي نوت 14. عندك هنا ثلاث نسخ، نسخه 128 مع 6 رام ودي بسعر 9000 جنيه، والنسخه الثانيه 128 مع 8 رام بسعر 9200 جنيه، والنسخه الاخيره 256 مع 8 رام ودي بسعر 10000 جنيه. والانفينكس هوت 6 برو هرشح لك منه افضل نسخه فيهم واللي هي 256 مع 8 رام ودي بسعر 8400 جنيه، ودي تعتبر افضل قيمه مقابل سعر ممكن تاخدها حرفيا. وبالمناسبه ثلاث موبايلات بالنسخ بتاعتهم كلهم اللي انا قلت لك على اسعارهم كلهم ضمان محلي ما عليهمش اي ضريبه، فعشان بس تطمن وانت بتشتري اي موبايل منهم. وخلينا دلوقتي اعرفك ايه افضل موبايل ليك على حسب استخدامك انت. وانا هقول لك انت تشتري الهوت 6 برو لو انت عايز احسن صفقه، عايز شاشه ممتازه وكمان شكل بروفيشنال شيك معاك والصوت بتاعه عالي وستيريو، وكمان عندك في العلبه متوفر شاحن وجراب، واداؤه كمان قوي في الالعاب لو انت عايز كوليكشن متوازن بسعر زي اللي قلته لك يعني 8000 ونص حاجه كده، فهتلاقي الهوت 6 برو مدي لك صفقه ممتازه بصراحه في السعر ده. وهقول لك برده اشتري A17 لو انت اهم حاجه عندك التحديثات والكاميرات، يعني من الاخر لو انت عايز موبايل يعيش معاك سنين، ولو انت يعني مستحمل عيب ان صوته مونو شكله قديم شويه النوتش بتاعه يعني رخم في الشاشه بس انت مستحمله، وكمان حافظ شاشه كبيره، يعني لو انت متقبل كل العيوب دي بس اهم حاجه عندك التحديثات والكاميرات فروح على A17. واقول لك اشتري ريدمي نوت 14 لو انت حاسس ان انفينكس مش مضمونه ومش عايز سامسونج عشان العلبه فاضيه ومش عايز تكلف نفسك، فده يعتبر الحل الوسط بس ما يعتبرش رقم واحد يعني اللي اقول لك تشتري. ونصيحتي برضو الاخيره ليك لو انت تقدر تزود اكتر عن فئه ال 10000 جنيه دي 3 4000 جنيه كمان هتلاقي التجربه هتكون احسن معاك 100% طبعا، لكن في فئه ال 10000 جنيه هتلاقي الثلاث موبايلات دول اقوى موبايلات ممكن تشوفهم في اخر 2025. فبس كده يعني اتمنى تكون المقارنه عجبتك، وما تنساش طبعا انك تشرفنا باشتراكك في القناه وتفعل الجرس تضغط لايك للفيديو، واكتب لي في الكومنتات ميزانيتك كام وايه استخداماتك وانا هرشح لك الموبايل المناسب ليك، وشارك الفيديو مع اصحابك او الناس اللي عايزه تشتري موبايلات في الفئه دي اليومين دول. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.